بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهلا خاوتي خياتي، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس ولا فيديو تاعنا يلقاكم كامل بخير ومهنيين. وإن شاء الله اليوم الاختبارات إن شاء الله بالتوفيق لولادنا إن شاء الله. المهم نروحوا كما راكم تشوفوا نديروا الدجاج محمر. عندي دجاجة يعني متوسطة، تكون ماهي كبيرة ماهي صغيرة. أكيد بعد ما غسلتها الله بالملح والقارص ولا الخل. لي زيبيس عندي توابل الدجاج المحمر وفلفل أسود، وعندي شويه عكري وشويه حار، وكنت دايره شويه ياغورت طبيعي يعني ماشي باطا كومبلي، كانت عندي غير شويه درتها ثاني وهي طات لي هذيك لا مارينات درتها هايله يعني. زدت وحده رند ورقه تاع رند درتها داخل الدجاجه، ونربطوا الدجاجه في هذاك السك تاع كوزينيير، هذاك اللي عنده كوزينيير كاع عنده هذه الشوكه تاع الاخر. ولازم تربطوها مليح باكي تكون الدور ما تنفتح لكمش كما راكم تشوفوا فيا. خياتي واللي يحب يحشي الدجاجه، انا ما حبيتش نحشيها بالرز والاخر، حبيت ندير غير الدجاجه فارغه. اللي تحب تحشيها كيما تحب، تحب الرز، تحب زيتون، كاين بزاف حشوات. المهم هذيك بعد ما كملتها كامل نبروشيها مليح في هذاك السك ونديرها. ومن جهه اخرى كنت قطعت البطاطا لي غوندال، وقطعت الحار حار ماشي طرشي طوماطيش وحار وبطاطا. كنت البطاطا كنت غليتها نص طياب يعني ما غير بالملح وفلفل اسود. ومن بعد درتها في البلا، درتها من تحت، شوفوا كما راكم تشوفوا من تحت. يعني هنا كنت مازالني ما درتلهاش طوماطيش، برك كي درت الدجاجه بدات تدور باه ما تبداش تقطر لي في هذيك في الكوشه. لازم ندير لها بلا من تحت، ولازم ديري لها هذا البلا من تحت، يا اما فارغ يا اما باش ما تتغنجقلكش الكوزينيير. واللي هنا الدجاجه تاعي كان مر عليها يا ربي واحد الساعه، بدات تطلق لي في هذيك لاصوص تاعها وهذاك الجو تاعها، وخليتها دارت حتى طابت. ومام هذيك البطاطا من تحت كشغل انقلات يعني ماشي غير طابت، جات ما شاء الله. وخيتي وهذا هو الشكل النهائي للدجاجه تاعنا تاع نهار اليوم. وان شاء الله هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، ويعني غير باش نطلع لكم طله خفيفه. وممكن خياتي يكون هذا هو اخر فيديو ليا مسك لظروف. المهم معليش خياتي، هذه هي الدنيا، كل واحد كيف ربي يكتب له، كل واحد. المهم عليا غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.